هذه السقله المغربيه يا البنات اللي معروفه من جداتنا ومن الامهات ديالنا اللي ما كانوش كيتخلاو عليها وما كانش الحمام المغربي كيخطاها نهائيا. ضروريه هذه في الشك واش ديال الحمام ولا في الصك ديال الحمام ديالك. الا كنتي غادي للحمام، الا جات عندك شي ضيفه، الا جات عندك عكوزتك، جات عندك الوالده ديالك، جات عندك اختك اولا لوستك، فضروري كتفرحي بها ملي كدير الحمام كدي معك هاد السقله المغربيه اولا التبريمه المغربيه اولا الاعشاب المغربيه اللي معروفين وما عندناش شي اعشاب اللي هما كتار. بقاو معايا ان شاء الله وغادي تشوفوا اكيد انها غادي تعجبكم، واكيد انا غير غنفكركم بها لان المغربيات راهم معروفين تبارك الله السلام بالحداثه. عليكم، كيف دايرين؟ وخليكم لاباس معايا ان شاء عليكم؟ الله غادي نتمنىكم تكونوا تعجبكم بخير لان وعلى ما خير ان فيهاش شاء شي الله. حاجه نتوما اللي هي كتشوفوا كثيره الفيديو ديال بزاف. اليوم. كيف كتشوفوا اليوم السقله اصلا هذه الوقيته ديالتها عاوتاني اللي تخاص ديال الحبوب والناس بزاف مدو ريسهم، خصوصا ان من الشغل هكا والشهر الكريم هذا يلا فات علينا وكل شيء. يعني ان شاء الله شويه الناس كيبغوا ثاني العطله هذه والتصافيره والاعراس غادي يجوا على الابواب. يعني بزاف كنحتاجوا بحال هاد السقلات هادو اولا التبريمات بالاعشاب ولا الحمام المغربي، يعني كيف كله وكيفاش كيسميه. المهم ما كنختلفوش على المكونات ديالها اللي هما ان شاء الله قلالين في هاد السقله هذه اللي هما رئيسيين غادي نقدمهم لكم اليوم ان شاء الله نشاركهم معكم. ومن طبيعه الحال الا ما كاينش شي حاجه راه ممكن تستغناو عليها، والا ما واللي كاين غادي تقضيو به. المهم واخا يكون الله يجعل ما يكونوا غير 3 ديال العشبات من هادو راه كافيين. وندوز معكم ديريكتومون المكونات اللي هما كيف غنقول لكم دابا هي الاسماء ديالهم. عندي غير درهم 2 دراهم من كل حاجه، يعني ماشي حاجه كثيره، وباقي استعملت منهم ديجا يعني وباقي كنستعمل منهم، ماشي شي حاجه اللي مكلفه ولا. عندي هنايا الريحان اللي هما الوريقات ديالهم طوال، وعندي اليازير كيف كتعرفوا كنستعملوا للطياب وكل شيء، يعني ما كيخسرش كيبقى عندنا. عندي الشيح وكيتسمى بشلحه ازري بشلحه، الا عرفتوا شي سميه اخرى ممكن تخليوه ليا في التعاليق ديالكم. وعندي هنايا شويه ديال الزعتر. كيف يعني قيمه درهم تقريبا هذه من الحاجه. خديت انا قلت لكم غير 2 درهم ونقص منهم مازال. وعندي هنايا اوراق السيدر اللي هما ضروريين، فكيلعبوا واحد الدور مهم بزاف. ورق ديال السيدر عندي منهم معلقه قيمه معلقه كبيره. والنيله الزرقاء اللي ممكن تعوضوها بالعكر الفاسي. الناس اللي عندهم العكر الفاسي فممكن يستعملوا حتى هو عوض النيله الزرقاء. انا غير متوفر عندي داكشي علاش هي كنستعمل، ما عنديش دابا حاليا العكر الفاسي، وانما ممكن تعوضوا بها. والمكون اللي غادي نخلط معاهم او المكون الثاني اللي حتى هو تقريبا رئيسي اللي هو الحنه المغربيه. هو رئيسي علاش؟ كاينين شي ناس اللي ممكن ما يستعملوش الحنه، ما كيبغيوهاش مثلا، هي ما كتبقاش نهائيا في الجسم، ما كتصبغش نهائيا، ولكن ممكن تعوضوها بالعرعار. العرعار مطحون راه كيعطي نفس الريزلت، وممكن هو كيعطي واحد الرطوبيه واحد اللمعه للبشره ديالك احسن من الحنه صراحه. ولكن الحنه انا عزيز عليا صراحه، لا غنى عنها. المهم كتعطي ريزلت مولفين احنا من الصغر ديالنا الصراحه. الحنه اللي مولفين من الصغر ديالنا هذه راه تقليديه 100%، راه كانوا جدواتنا كيديروها وكيديوها معاهم الحمام والامهات ديالنا، يعني ماشي شي حاجه اللي هي جديده، غير حنا دخلنا عليها هاد النيله الزرقاء كنوع من العصرانه. وصراحه كتزيد حتى هي واحد لوفي ديالها زوين. وصافي كناخذ هادشي كامل كنطحنو من غير النيله الزرقاء. غادي نحيدها حتى نحكها حيت هي حجره دغيا كتحك غير في الحكاكه ديال المطيشه. كنحك واحد الكميه اللي قليله كيف كتشوفوا. ودوك العناصر كاملين كنطحنوهم حتى كيوليو غبره، كيوليو منيلين. يعني اللي بغات تغربلهم مازال ممكن انا تغربلهم، انا ما غربلتهمش خليتهم هكاك لان طحنوا مزيان ما بقاوش نهائيا فيهم ديك الحروشيره ولا رطبين. والنيله الزرقاء راه حكيتي واحد الكميه قليله بزاف، يعني راه انا عندي منيم تاع هاد النيله وكنستعمل منها كميه قليله ماشي شي حاجه كثيره. وكيف كتشوفوا هاد العشوب هادو كيبقاو مزيانين معنا واحد المده طويله، يعني كتحطوهم في علبه محكمه الاغلاق كيبقاو عندك غير ما تخلطيهمش. الحاجه اللي مخلطه صافي راه كتستعملوها غير المده ديال 3 ايام حتى 5 ايام كاع الا كثرات. وهنا المكون اللي ضروري حتى هو وممكن نقول لكم رئيسي هنايا 2 المكونات غادي نضيفهم صراحه كيلعبوا واحد الدور مهم بزاف. كينقيو لابو، كيعطيوك واحد الرطوبيه، واحد الملمس ناعم، واحد التفتيح فوري الصراحه. من المره الاولى كديري هاد السقله هادي كتبان عليك النتيجه، كتخرجي من الحمام كلشي كيقول لك بالصحه والراحه واش كنتي في الحمام واخا دوزتي غير في الدار وكين درتيها راه الصراحه كتعطي واحد النتيجه واعره.
اللي هي الحلبه، راه خديت منها غير 2 دراهم، وهاني استعملت منها كيف كتشوفوا راهي معلقه صغيره، وعندي دقيق ديال الحمص حتى هو معلقه صغيره، ماشي شي حاجه كثيره لانني كنحتاجهم في وصفات هكا طبيعيه اللي كندير لوجهي ولعنقي. صراحه راه بزاف بزاف هادشي عزيز عليا، هادشي الطبيعي مبليه به بزاف صراحه. هنايا كناخذ معلقه كبيره تقريبا ولا حتى 2 معالق، لان هذه اللي غادي نخلط دابا راه ما تجلسش بزاف، بينما هاد العشوب هادو راه ممكن تخليوهم عندكم مده طويله، يعني فوق نساوهم فوق ما غادي للحمام اولا غادي دوشي غير في الدار وغادي تحكي عظيماتك، يعني غديري داك الكوماج كتستعمليهم، يعني كتاخدي منهم غير معلقه وكتستعمليهم. انا هنايا غادي نخلط هاد الكميه هذه لانني بغيتها اليوم، وصراحه راه كميه كافيه وكثيره، واخا كتبان لكم قليله راه كثيره لانها كديريها في الجسم ديالك وكتخليها واحد المده ديال 10 دقائق تقريبا ولا بين ما كديري حاجه اخرى، ومن بعد كتقوميها وكتغسلي وكتحكي مورا، عرفتي راه واحد نتيجه زوينه الصراحه. راه غادي اللي ما كديرش هاد السقلات هادو في الحمام وكتمشي بلا بهم، راه ملي تجربهم راه غتبلا بهم، ما غاديش تبقى نهائيا تخلى عليهم الصراحه، زوينين بزاف والله. وهنايا كنضيف تقريبا كيف ما شفتوا يعني غير معلقه صغيره من الحلبه ومعلقه صغيره من دقيق ديال الحمص، وكنخلطهم كنخلطهم بالصابون البلدي. وما كنديرش ليهم الماء حتى كتبغيو تدوشوا مثلا اللي كتضيفوا لهم ديك كميه قليله ديال الماء طايب، باش يلا كيعاونكم ان داكشي كيجي شويه ما يجيش جاري، يجي غير واقف شويه هكا هكا باش حتى كيجيكم شويه دافي على الجسم ديالكم، يعني ما كتضيفوش عليه الماء سخون داك الساعه حتى كتبغيو نيشان تكونوا في الحمام او حتى تكونوا كدوشوا عاد كتضيفوا ليه الماء سخون. المهم انا غادي ندير كلشي قدامكم هكا باش تشوفوا، باش اللي حتى ما ولفتش هاد التبريمات او هاد السقله هادي تبان ليها كيفاش كتستعمل، راه كتعطي واحد النتيجه واعره، غير جربوها يا البنات بعينيكم مغمضين. وهنا راني كنخلط بالمعلقه وما سعفتنيش وهزيت يديا وبديت كنخلطها بيديا وضفت لها شويه ديال الماء سخون، يعني قيمه 2 معلقات هكاك ديال الماء سخون غير باش يتطلق معايا الخليط شويه، وكتبقى هكا مجموعه حتى كندخل للدوش ونضيف لها مازال شويه ديال الماء، يعني ما تجيش هي جاريه، ماشي بحال التبريمات الاخرين، هذه كتسمى السقله المغربيه، هكا حفظناها حنايا من ابا عن جد وصافي. وكنستعملوها للجسم ديالنا وكنخليها مده ديال 10 دقائق ولا 15 دقيقه على حساب كل وحده، وكنقوميوها ونغسلو بالصحه والراحه. نتمنى ان هاد الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، والناس اللي جربوها يخليو لي في التعليق ديالهم كيف جاتكم، والناس اللي ديجا كيستعملوها واللي موالفينها ديجا من الامهات ديالهم يقولوا لي الراي ديالهم فيها وكيفاش جاتهم. وشكرا بزاف، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.